حبايب قلبي عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. كل سنة وانتم طيبين. خلاص رمضان بيودعنا والعيد هل علينا. نبدأ بقى مع دخول العيد، ترتيبات العيد وتروقات العيد. أول حاجة بدأنا بيها كان عندي منشيتين كده ودوبتين، قلت اغسلهم معاكم لأن أنا نزلت السجاد بتاعي تحت المغسلة، فدول كنا قاعدين عليهم بقى لحد ما ايه السجاد بقى ايه. قلت اغسلهم بقى لما السجاد طلع، قلت بقى اغسلهم عشان ايه انا بسم الله الرحمن الرحيم عشان ما احطهم معايا. حبايبي متنسوش اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد انا بعمله، ولايكات بقى وكومنتات كده وظبطوني. بصوا اول حاجة كده صلوا على النبي، انا جبت جردل كده وحطيت فيه شوية مية، وحطيت فيه اريال اللي هو اوكسي، وحطيت برسيل جل، وحطيت شوية صابون مواعين، وحطيت شوية بريكس كلهم في المية. وبعدين بقى دلقت على السجاد ودي ادي 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 متقولش هي بس. طب انا مرضتش ادعك بالفرشة التانية، فدعكت بالفرشة الطويلة دي كده عشان مبقاش مغطية وكده. فصلوا على النبي بقى واتفرجوا بقى عليا. حبايبي قولولي ايه اسعار لبس العيد ده بجد؟ ايه الاسعار دي وايه الستايلات دي؟ انا جبت شوية حاجات بتتلبس اسعارهم معدية بصراحة. يعني انا ساكنة في في حدائق المعادي، فانا نزلت دار السلام ورحت المعادي ورحت حلوان ورحت السيدة زينب. يعني كل الحاجة مولعة في كل المناطق بجد والله. انا رحت العتبة كمان نسيت اقولكوا. كل الاماكن زحمة موت ومفيش ستايلات حلوة او مفيش لبس عادل ومفيش بسم الله الرحمن الرحيم. اسعار عبيطة بجد والله، اسعار عبيطة اوي اوي. يعني مثلا طقم في دار السلام في ابو طالب معدي 1500. ليه يعني؟ حلوين نفس الكلام. العتبة ممكن 1000 بس. ليه يعني ليه؟ وياريت حاجات عدلة. لا ده ايه كمية الجنسات اللي طالعة دي؟ شفت كمية جنسات ما شفتهاش في حياتي، كمية رهيبة. ده بتاع الأطفال، كمية جنسات فظيعة. وتر تر 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 ايه يا جماعة؟ في ايه يا جماعة؟ احنا الزمن بيتقدم بينا ولا بنرجع ورا؟ يعني ايه مفيش هدوم شتوي بجد والله؟ يعني ايه مفيش هدوم شتوي بجد؟ انا اكيد مش هجيب ترنج خريفي يتلبس هو اللي في العيد وخلاص يتركن على كده. وبكام ده؟ اقل ترنج عامل 300 جنيه وورقة، والله ورقة. طب خلاص مش هشتري خريفي، ادوني شتوي. مفيش شتوي، مفيش غير صيفي وخريفي. طب ما اتجوز على عيالي اصلا بيعيهم الهوا بجد والله، بيعيهم الهوا. متعرفش في ايه. لفيت بس لكم واحدة حلوة، ورحت ابو طالب في دار السلام، ونزلت عندنا شارع المصنع في الحدايق، ونزلت العتبة. مفيش شتوي، كله خريفي. ماشي ماشي، مفيش صيفي. طب ايه الهبل ده؟ طب العيال يلبسوا ايه؟ ملناش دعوة بقى خلاص، محدش بيبقى كده. لا يا جماعة ربنا يرحمنا والله. بصوا الدوسات دي بقى قلت ادعكها كمان معاكم، لان انا قلت لكم انا هغسل معاكم السجاد بصراحة. وبعدين جوزي ربنا يخليه يا رب هنزل السجاد في الدرجين، فايه فسابلي الدواسات بقى. كنت هعملها معاكم بقى بالمرة. بس عشان الحمام عندي انتوا عارفين دي شقة ايجار، فالحمام عندي برضو صغير مش مساعدني، والصالة برا فيها حاجات مش هينفع اغسل برا لان العيال كانوا صاحيين. يا نهار برد، يا نهار نص سايحة مش هينفع. كده خلي الحمام كده وخليتهم بقى هما يلعبوا برا،
وانا قلت ايه ادعكم كده بسرعة، بس هم ما خدوش وقت. انا غسلتهم في العيد في قبل رمضان، بس ما كنتش مصورهم بصراحة. انا مش هنزل لكم كل حاجة، لان انا في حاجات عملتها معاكم في قبل رمضان هرجع اعملها تاني، فانا اللي ما نزلتوش هنزله. انا ما نزلتش المطبخ هنزل المطبخ، نزلت لكم الحمام قبل رمضان فهعمله، مش هنزل لكم تاني. النيش عملته بس ما صورتوش، بس بصراحة مش هعمله تاني. يعني العيش العيش النيش عملته قبل رمضان فما صورتوش بأمانة، لان العيال كانوا صاحيين وكنت عايزة اخلص بسرعة قبل ما حاجة تتكسر، لان كل مفتاح النيش بيتكسر بأمانة، فما صورتش. وبعدين فجت قلت بقى هبقى اعمله على العيد واصور، بس بصراحة حاسة ان هو مش محتاج يتعمل تاني بأمانة، فقلت خلاص تجيبي بقى زي ما هو وشوفي حاجات تانية تتعمل. فانا هعمل معاكم بقى المرة دي ان شاء الله اصبن معاكم الريسبشن والحمام وسط الجيب، بس طبعا لان هصبن الاوض صبنتها معاكم قبل رمضان، مش هرجع اعملها تاني بصراحة. بس انا بلست الجدها الاول، وبعدين بحط عليها الخليط اللي انا عملته معاكم، واديها ادي. بس عشان الفرشة تمشي معاكم كويس تربطولها، تحطولها كيس كده بجد والله. بس تعالوا بقى اقولكوا على الكحك. بصوا انا قلتلكوا ان انا هعمل معاكم الكحك لان انا مامتي كل سنة بتعمل، السنة دي مش هتعمل، كانت بتشتري جاهز. انا بشتري جاهز عموما، انا ما بعملش، بس ماما بتعمل بروح اعمل معاها لماما مش ليا، ما بعملش ببيتي. او حتى لما بعمل عند ماما مش بعمل يعني ليا، لا ماما بس اللي بتعمل وانا ببقى مشتريه جاهز. يعني بصراحة الكحك غلبة وانا معايا اطفال فهتبهدل بأمانة، فقلت بقى اشتري جاهز زي ما انا متعودة. فالاسعار برضو صعبة، بس كمان مفيش حاجة سهلة بأمانة، الاسعار كلها ولعة وحاجة ما يعمل ربنا والله. يعني ربنا يعين كل اب بيسعى عشان عياله وعشان يسترهم وعشان يجيب لهم حاجات العيد، بجد والله ربنا يستر ويرزق كل الابهات، متحركش عيالهم لحد. الدنيا صعبة والله قوي. يعني نزلت اتفاجئت قال لي كوتش اطفالي ب500 700 جنيه. في اقل من كده بس حاجات مش حلوة، حاجات شعبية بقى. لو انت عايزة شعبي خدي، مش هنقولك لا. عايزة حاجة حلوة وتعيش معاكي اقل حاجة تبدأ من 500 جنيه. ده مش براند كمان، لا ده حاجة عادية في العتبة والحتت دي، يعني مش في محلات وكده. بس تقولي انتي رافعة الحاجة كده ليه؟ اقولكوا الجردل ده فيه مية ببقى شايلاه، لان ساعات المية هنزل الموتور عندي ليه زرار تحت في المدخل بتاع البيت، فساعات اي حاجة بيقفله، فانا ببقى دايما عندي مية احتياطي. حبايبي صلوا على النبي في الكومنتات، ومتنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وصلوا على النبي كده في الكومنتات، وكل سنة وانتم طيبين، وافتكرونا بدعوة كده وانتم بتفطروا. يا رب يجعل عيد فرحة على الناس كلها يا رب، ويكبر خاطر الناس كلها، ويفك كرب كل المكروبين يا رب. كل المكروبين ربنا يفك كربهم. معلش بقى على منظري، بس اللي هو حبيت اشاركوا حاجة بسيطة كده بعملها. اديله ادي متنساش بقى. قولي شاطرة يا بنتي، يا شاطرة انك عرفتي تعملي اي حاجة، واحباب الله معاكي. والغسالة يا جماعة، الغسالة ما بتخلص، ايه ده الغسالة ما بيخلص. بس انا خلاص كده مش هغسل حاجة تاني، هوقف بقى معاكم واصبن بقى انا الحمام. وفي حتة كده محتاجة فرشة اللي هي الصغيرة هدعكها
هنزل بقى وادعكها. متنسوش بقى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وكده يبقى خلصنا الفيديو. يا رب يبقى فيديو لذيذ عليكم. باي باي. بحاول اقول باي باي وما باي باي بعدش. انا بقى احطهم كده نبقى خلصنا. باي.